طيب، هل يمكن تكون القوات المسلحة ليها دور في القصة دي؟ مش تحل القصة، تعقدها. تعالوا نشوف الانفوجراف ده اللي كانت عاملاه اللي عاملاه العربي الجديد عن 3 أدوار اقتصادية للجيش المصري، وعرضنا ده قبل كده بس بنفكركم بيه النهارده، مش بنجزم باللي فيه، بس عشان تعالى هنا عشان بس محدش يقول لي ايه اللي بتقوله ده معلومات، احنا مش بنجزم باللي فيه، بس كل مشكلة وليها حل. هكذا يعني عودونا العباقرة. والمشكلة رياضة، رياضة حاجة انت بتفكها وتعيد تركيبها تاني. احنا بنفك الأزمة. حسن مالك ما نفعش، شركات الصرافة الإخوانية ما نفعتش، شركات الصرافة كلها اللي مش إخوانية ما نفعتش، والدولار لسه بيولع. يبقى المشكلة فين؟ تعالوا نشوف الجيش كده وأدواره الاقتصادية زي ما بيقول الانفوجراف ده اللي عامله العربي الجديد. العربي الجديد بتقول 3 أدوار اقتصادية جديدة للجيش المصري. كشفت مصادر حكومية مطلعة للعربي الجديد أنه في ظل عجز الحكومة فعليا عن مواجهة أزمة الدولار وتأثيرها المتفاقم على سد احتياجات المواطنين، فإن السيسي عهد إلى الجيش ب3 أدوار رئيسية بدأ ممارستها في سرية تامة بعد ما قابل وزير الدفاع والقائد العام للجيش صدقي صبحي نواب البرلمان. ده قريب قوي. انت فاكر لما صدقي صبحي قال لبتوع البرلمان الصيع الضيع لهم تعالوا لي فين يا ريس؟ في هناك في اي حته بتاع الجيش، تيجوا تقابلوني هقعد اكلمكم. اتلطعوا له ساعتين واتاخدت موبايلاتهم، وكانوا قربوا ياخدوا لا مؤاخذه الهنود الداخليه بتاعتهم، واتلطعوا ساعه عبال ما نزل صدقي صبحي عشان يقول لهم اهلا بيكم. في اللقاء ده بقى حصل ايه؟ تعال نشوف كده. بعد اللقاء ده حصل اجراء عمليات استيراد الدور الاول بقى، اول دور للجيش، اجراء عمليات استيراد اي كميات من السلع الاساسيه التي تشتريها الحكومه بالدولار الامريكي، وذلك للاستفاده من احتياط النقد الاجنبي الموجود لدى الجيش كجزء من اقتصاده الخاص الذي لا تمسه الدوله. الجيش عنده دولارات، مصر ما عندهاش دولارات، الجيش عنده، وعنده كتير قوي، وعنده قد اللي في البنك المركزي 4 مرات 5 مرات حاجه كده، انت ما تعرفش عنه حاجه يعني، والحكومه ما بتراقبوش. كده اول دور الجيش يستورد يا معلم، الجيش يستورد للحكومه اللي هي عايزاه بالدولار. هتقول لي ده جيش وطني ومخلص، لا، هو بيبزنس لنفسه. ادي واحده، ده اول دور. هيكون الجيش هو القناه السريه لاستيراد سلع وخدمات تكلف الحكومه اموال طائله، وبيؤدي هذا الدور الى توفير جزء من النقد الاجنبي المدار بواسطه الحكومه، بالاضافه الى توفير جزء من الموازنه الاجماليه تنفيذا لشروط الصندوق. الجيش داخل اول دور، اول دور انه يستورد، هيستورد السلع اللي بتشتريها الحكومه، يشتغل هو وسيط يعني. طيب يعني ده الدور. طيب نشوف الدور الثاني. يتولى الجيش بصوره غير مباشره جمع اكبر قدر من العملات الاجنبيه الموجوده في السوق السوداء من خلال الاذرع السريه له وشركات المقاولات اللي بتعمل لحساب الهيئه الانسيه للقوات المسلحه تحديدا، وهي شركات تملك بعضها من الباطن. اللي بيملكها من الباطن عائلات ضباط كبار حاليين او سابقين بالجيش، وتمثل قسما كبيرا من اقتصاد الجيش بهدف المساعده في استيراد الجيش للسلع وتعطيش السوق السوداء وارباك المضاربين وشركات الصرافه، استعدادا لاجراءات رفع سعر الدولار الرسمي تنفيذا لمؤشرات شروط صندوق النقد الدولي، حيث تحدثت المصادر عن وجوب رفع سعر الدولار إلى ما بين 11 و12 جنيه كبداية لعملية تعويم مدار الجنيه. ده دور الجيش بقى، يعني يسحب كل الفلوس أو الدولارات اللي في السوق، وبالتالي يعطش السوق كله، وبكده يوصل الجنيه مثلا ل 15 جنيه مثلا ل 16 جنيه دولار. لما يجي بقى نطبق شروط صندوق النقد، ينزل الدولار يبقى ب 14 جنيه مثلا يعني. فانت تحمد ربنا انك لاقي الدولار في كل حته وموجود ومتاح ب 14 جنيه، خلاص ما عادش في ازمه. بس غلي، ده من 8 ل 4 مش مهم، بس تلاقيه، المهم لقيناه. هو عايز يوصلك للمرحله دي، مرحله انك انت هترضى باي سعر للجنيه بعد كده، بس يبقى ثابت. تروح البنك تلاقي الدولار، تروح شركه صرافه تلاقي الدولار، ما عادش بقى في سوق سودا ولا حاجه، الدولار بقى متاح للجميع، بس سعره كام؟
14 15 مش مهم.